السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي في موضوع اللي هو موت هنية، اللي عاملين عليه قلق وموسيقى وزنبليطة ده. آه وطبعا هو مات في ايران، بلده الام باين. المهم، انا ليه مش شايفة قناة الجزيرة وقنوات الاخوان وقنوات اي قناة معادية بقى لكل الخليج ومصر وكده. ليه مش بتحط اللوم على البلد اللي هو كان فيها، اللي اتقتل فيها واللي حصل واللي وصل زي ما بتعملوا كده؟ لو كان اتقتل في مصر كنت زمانكم شتمتوا الحكومة المصرية والنظام المصري والخ ولومتوا بقى الكل بقى. ليه بقى ما عملتوش كده مع ايران؟ ليه ما طلعتوش قلتم البلد ما أمنتوش، البلد خاينة، والبلد آه آه ات اسمها ايه؟ عملوا ايه؟ اسمها ايه؟ تعاونوا مع العدو والإسرائيليين وموتوه، ومش عارفة ليه ما قلتوش كده على إيران زي ما عم بتعملوا في مصر أو بتعملوا في أي دولة تانية، وزي ما عملتوا مع السعودية لما اسمه ايه ده اللي مات، الواحد ما بيعرفش ينطق اسمه ده. ليه ما بتعملوش كده؟ ما بتقولوش ليه لما ايران متعاونه مع اسرائيل ان هي موتت هنيه ومش عارفه ايه؟ هي قناه الخنزيره ده طبيعي دي شغلتها، وقناه بقيه القنوات المعاديه طبيعي لازم تبقى كده يعني شغلتها. تاني حاجه بقى، طلعتوه شهيد ومش شهيد. شهيد من انهي اتجاه؟ ايه انجازاته؟ ايه انجازاته غير ان هو طلع يوم 7 اكتوبر قضى على الشعب الفلسطيني؟ ايه انجازاته غير ان هو قبض وسافر هو واهله هنا وهنا؟ سيبكم من حكايه ابنه الشهيد اللي بيطلع كل سنه شهيد ده، واكيد هيطلع عايش واحفاده معرفش ايه. ما هو ساب جزء وطلع ماتوا، استشهدوا عادي. ما انا لازم اضحي بحد عشان اعيش انا. اول ما 7 اكتوبر جت راح اتجوز عيله، وما كانش في دماغه يعني انت طلعت، انت سعادتك طلعت، قلت يلا ضربتم اسرائيل وهربتم، واللي استخبى في الانفاق استخبى، والشعب عانى، وكام الف راحوا، وبعدين يطلع لي واحد كده براس حمار ولا راس خنزير يقول لك ده المقاومه انتصرت. من انهي اتجاه؟ قول لي من انهي اتجاه انها انتصرت علشان نعرف. انا عايزه احدد. لما واحد اهلها ماتوا كلهم وعيالها ومش عارفه مين ومين ومين استشهدوا قدامها، والتاني قاعد في قطر شويه، ايران شويه، ما اعرفش ايه شويه، واهله ومراته قال اتفاجئ اهله ومراته، مراته ظهرت هو ومش عارفه مين ومين ومين في الدوحه وهو بيتدفن. يعني انت سعادتك هربانه بره انت وهم وجوزك، وسايبه امهات كتير تعاني في فلسطين، وبعدين تطلعوا تقولوا ده احنا انتصرنا ومقاومة. انتصرت من انهي اتجاه؟ بقول لك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. حبيبي، لما تبقى عامل حسابها، انما انت مش عامل حسابها. انا ضربت وهربت، الا بس نطلع نسقف اللي بيطلع يقول خطبة، اللي لابس لي قناع ويطلع يقول خطبة كده هبلة ملهاش اي 30 لازمة، وبعدين يستخبوا. طيب فين الشعب؟ الشعب اللي انتوا ضيعتوه فين؟ فين لما واحد يلم اشلاء ابنه وطفله؟ في لما واحدة تبقى مستنية تخلف بقالها سنين، وأول ما ربنا كرمها بطفل مات بسببكم؟ فين؟ عايزة أعرف فين الانتصار اللي انتوا عملتوه غير هدم بيوت؟ هنية عنده كام قصر، كام بيت، له طيارة خاصة؟ ليه؟ انت مش مناضل؟ انت مش كنت مناضل؟ مع ان انا شاكة اساسا ان انت ان هو ما ماتش اصلا، يعني شاكة متأكدة من حاجة زي كده. زي ما قالوا برضه على بنت البلتاجي ماتت وطلعت هربانة. انا متاكده، انا شاكه بيبقى على طول في محل ان هو ما ماتش، مات بس مش شهيد. انتوا معكوش مفتاح الشهاده، انتوا معكوش مفتاح الشهاده. آه ومش عارفه اقول ايه. انا مع الشعب الفلسطيني المغلوب على امره، الست اللي استشهد ابنها وجوزها واولادها، الراجل اللي مراته استشهدت واولاده، الابن اللي اتيتم ملوش اب ولا ام ولا اهل حتى، وسعادتك كنت هربان في الضحى مره، ايران مره، واديك مت في ايران لما تعاونوا مع اليهود. وطبيعي لانهم كلهم اخوات، وسعادتك اتغدر بيك كبش فدا، طبيعي لازم يجي الدور عليك. ده لو يعني ايه،
انت مت. انا بس عايزه حد يطلع يقول لي اللي بيقولوا المقاومه انتصرت في ايه؟ بعد كام؟ اكتر من 70 شهيد، من اكتر من 70 الف شهيد وبيوت اتهدت. خد فلوس اللي كانت بتتبعت علشان يعمروا غزه، خدها ومشي. يعني خدتها حتى ومشيت، استخسرتها في الشعب. قول لي كده حد يطلع من العبيد بتوعه يقول لي حركة حماس أخدت الفلوس، بنت بيت واحد لواحد، لحد من اللي بيته اتهد. اطلعوا قولوا لي حاجة زي كده، كدبوني قولوا لي لا ده المقاومة انتصرت، مفيش 70 ألف شهيد ولا حاجة. كدبوني وقولوا لي مفيش 70 ألف شهيد ولا حاجة، مفيش حد مصاب، مفيش حد اتحرم من ايده ومن رجله، مفيش حد اتحرم من نظره. اطلعوا قولوا لي كده، اطلعوا قولوا لي انت كدابة. عبيده طبيعي انا عارفه هيطلعوا يعملوا ايه ويغلطوا ويشتموا الا ده، والله ما فارق معايا، انتوا مش فارقين معايا نهائي قسما بالله. وهرد عليكم مش هسيبكم برضه، انا واحده ما بتسيبش حقها ولله الحمد. اطلعوا قولوا لي ابو عبيده عمل ايه، انتوا طالعين تقولوا ابو عبيده اللي بيلبس نقاب ويخش يستخبى ده، وانا عارفه ان هو ابو عبيده مش في فلسطين، والله ما في فلسطين، مش في فلسطين. بس احنا عشان انتوا ناس بتحبوا تسقفوا لاي هبل. تكبير الله اكبر، بيتلم فلوس من على قفاكم باسم القضيه، والفلسطينيين اللي بيعانوا والعبيد بيسقفهم والمطبلاتيه بيطبلوا للخونه. وانا هقولها وحد ما اموت هقولها، مقاومه حماس انتوا خونه. سيبكم من الهجص اللي انتوا بتطلعوا تعملوه. هديتوا كام بيت في اسرائيل؟ موتوا كام واحد في اسرائيل؟ موتوا كام واحد اسرائيلي؟ هديتوا كام مستشفى ليهم؟ الاسرى اللي انتوا بتاخدوهم بيطلعوا ما شاء الله وشهم قد كده اكبر من وشي، بيطلعوا كويسين ومبسوطين ماي لاف. الاسرى الفلسطينيين بتشوفوهم بيطلعوا عاملين ازاي؟ بتشوفوه؟ اكيد لا، ما بيجوش على قلبكم. وتيجي تقولي لواحد اهبل مين يقول لك اصل هم بيعاملوه معامله الاسلام لا حبيبي، انت مش في العصر العصر بتاع رسولنا علشان تقولي البقين دول. مش الكلام ده يا عم. حتى مش تعذبهم وما تضربهمش، امنعهم من الاكل، هتاكلهم اكلهم بسيط، انما دول طالعين بيحبوا فيكم. وشفت بقى الاسرائيليين بيعملوا في فلسطين، اقسم بالله ان انتوا زي اليهود، انتوا كده كده يهود مع بعض يعني، حماس وفلسطين واحد. هنيا لما كان بيطلع من اي مطار كان بيطلع من مطار اسرائيل، وكان بيتعالج في مستشفياتهم، كان بيتعاون معاهم، وكلكم عارفين حاجه زي كده. انما هتهجصوا بقى وتقولوا المقاومه انتصرت ومش انتصرت لسبب واحد، انها انتصرت. قولوا لي انجاز واحد ليهم، انا عايزاكم تقولوا انجاز واحد ليهم. قولوا لي ده بنوا بكذا بيت للفلسطينيين اللي بيتهم اتهدد. قولوا لي عالجوا فلان الفلاني. الفلوس بتروح فين؟ ما جابش اسلحه، فين الاسلحه؟ هنقول الفلوس على الاسلحه كنا ساعتها هنسقف لهم كلنا. هنقول على الاسلحه جابوا اسلحه؟ مش الكلام ده، احنا بنصنع اسلحه. ايه الاسلحه اللي انتوا بتصنعوها؟ مسدس؟ ده انتوا لو عملتوا مسدس ميه كان هيبقى احسن. تيجوا تقولوا لي المقاومه انتصرت، اقول لك ده عندها. انا هستنى عبيده يتكلموا وبيعلقوا عندي يقولوا انتصرت في ايه، قالوا له عمل ايه، انجازاته ايه. الله يرحم الجميع، مع اني ما بتمنالوش الرحمه، وعليهم من الله ما يستحق. ودعوات الفلسطينيين اللي ظلمهم تكون من حد ومن نصيبه ان شاء الله. بس مش هقدر اقول غير كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.